استهدفت سفن البحرية الأمريكية صاروخا مضادا للسفن تابعا للحوثيين في اليمن بعد ساعات من إصابة ناقلة تعمل لمصلحة مجموعة ترافيغورا جروب التجارية، والتي كانت تحمل شحنة من الوقود الروسي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن صاروخ الحوثيين كان جاهزا من أجل الإطلاق ويشكل تهديدا وشيكا لحركة الشحن في المنطقة. المجموعة التجارية أكدت أن جميع أفراد الطاقم على متن السفينة بخير، وأخمد الحريق في خزان الشحن بالكامل، وأن السفينة تبحر نحو ميناء آمن. حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بوردز من أن الاضطرابات في الملاحة عبر البحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تؤثر سلبا في تدفقات التجارة العالمية. وقالت الوكالة أن قدرا كبيرا من حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس في المعتاد قد تعيد توجيه مساراتها حول رأس الرجاء الصالح، ومن بين ذلك شحنات غاز مسال وصادرات نفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص من قطر، تتجه إلى أوروبا شمالا.